الواد ده حرفيًا أضعف صياد في العالم، دخل مغارة مليانة تماثيل بتقتل في ساعتها، يعني أنت لو دخلت تتصور جنبهم ممكن تخرج على المقابر، بس استنى هو إزاي طلع من المكان ده حي؟ يلا بينا نبدأ القصة من أولها، وقبل ما نبدأ الحلقة بتاعتنا اعملوا لي لايك وتابعوني يا أبطال. بتبدأ الحلقة بجزيرة معزولة بيظهر فيها ناس بتتخانق مع نمل بس بالحجم العائلي، وفي ظل إن هم خلاص بيفقدوا الأمل يظهر صيادين من الرتبة S بيخلصوا على النمل ده في ثواني. بعد كده بيظهر لهم نمل بس بالحجم الجامبو، بيقولوا للصياد المعالج اللي معاهم خلي بالك من الناس دي أول ما نطلع الطلعة دي، ياخدوا بعضهم يطلعوا عضلاتهم خش هجوم يحصل انفجار. في الناحية التانية بيكون برضو في مجموعة من الصيادين معاهم قائد تقريبا برضو من الرتبة اس، بيكونوا قدامهم برضو جيش من النمل، بيقول لهم بتحبوا تحاربوا النمل ده مقلي ولا مشوي؟ قالوا له لا نحب نحاربه مشوي، راح مولع في النمل. بنبدأ بمكان متجمع فيه الصيادين، فجأة بيظهر البطل بتاعنا، هو غلبان دلوقتي بس سبحان مغير الأحوال سونغ، كل بيشوفه بيتبسط. الراجل بيقول ايه ده، هو ده من الرتبة اس؟ قال له اسكت، ده من الرتبة ايه، ده لو في رتبة أقل من الاي كان خدها. قال له امال الناس فرحانة ليه؟ قال له دي معناها ان المغامرة سهلة، مش هنقابل وحوش جامدة، ودي المعالجة. جوهي دي بقى المعالجة بتاعت الفريق، في قصة حب ما بينها وما بين سونغ بس مش هتبان دلوقتي، هتبان قدام. المهم بتنصحه وتقول له انت كل ما بتيجي تخش مغامرة بترجع منها لا اما متعور لا اما على نقالة، ما تبطل يا عم الشغلانة دي انت مش قدها. قال لها اكل العيش مر. المهم سون قائد الفريق بيجمعهم بيقول لهم كلام يحمسهم وبيقول لهم يلا بينا نبدأ. وبينجح سونج فعلا ان هو يقتل وحش من الرتبة ايه وياخد منه باللورة، يمسك البلورة كده ويقول اهو احسن من مفيش. وفي وسط فرحته بالبلورة بيظهر وحش تاني بيهاجمه، اه يا غدار. سونغ بيحاول ان هو يهجم على الوحش بس السكينة بتاعته بتتكسر، اما الوحش اللي غزه حبيبته شافته سايح في دمه ندهت على حد ينقذه، فعلا جه حد انقذه. قال لها يلا بقى خلي بالك من سونغ اول ما انا اروح اشوف وحش تاني اقتله. وهي بتعالجه بتفكره تاني تقول له يا ابني فكر في الموضوع، الكار ده مش كارك. بيقول لها انا راجل البيت ورايا مسؤوليات ما ينفعش. بينجح القائد بتاع الفرقة بتاعهم ان هو يهزم اكبر وحش موجود وكلهم بيفرحوا، بس في واحد تاني هيكتشف نفق. بيتقسموا الفريقين، فريق بيقول انا عايز اكمل علشان يكسب اكتر، وفريق بيقول لا نرجع لجمعية الصيادين انا ما نعرفش ايه اللي مستنينا جوه. فهيبقوا ستة عايزين يكملوا وستة عايزين يرجعوا، مفاضلش غير مين؟ سونج. يعمل ايه بقى؟ يقول لهم يلا نكمل ازاي؟ مش فاهم. المهم سونغ بيمشي جنب جوي وبيقول لها مالك؟ تقول له مفيش. تقول لها انت زعلانه؟ تقول له لا مش زعلان. المهم فجاه بتتعصب عليه وبتقول له يا عم يا عم انا بعالجك بالعافيه انت مصمم ليه؟ بيقول لها بس انا عندي امي في المستشفى واختي داخله الجامعه، مين اللي هيصرف عليهم؟ المهم سامحته وقلت له خلاص مش مشكله، المهم ان انت تعزمنا على الغدا المره الجايه. ومن هنا عرفنا ان في قصه حب ما بينهم. بيوصلوا مكان فيه بوابة كبيرة بيفتحوها بيدخلوا، النار بتشتغل في كل مكان مليان تماثيل، في نقش على الأرض كأنه ختم سحري، في كتابة عن تمثال بيقولوا لو ما نفذتش التعليمات مش هتخرجوا من هنا أحياء. جوي بتقول لسونغ إن التمثال ده حرك عينيه بس بيقول لها ده تهيؤات. الباب فجأة هيقفل عليهم، في واحد هيتحرك هيحاول إن هو يفتح الباب، فجأة تمثال من دول هيطير عليه هيطيره هيقسمه نصين، الناس كلها هتخاف. سونغ بقى عنده ميزة ان هو بيحس فيرجع يبص تاني على التمثال هيلاقي فعلا ان عينيه بتتحرك، هيصوت الناس كلها هتجري، هيعمل زي أشعة ليزر هيحرق له اتنين تلاتة وبس. هيقف بقى البطل بتاعنا في صدمة، يا ترى ايه اللي هيحصل؟ تابعوا بقى معايا الحلقة الجاية. لو عجبك الفيديو لايك وشير وتابعني علشان أقدم ملخصات أكتر سواء للأنمي ده أو لأنميات تانية.